بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الخير على أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة على قناة اليوتيوب ومن خلال صفحتي على الفيسبوك. طبعا عندنا مواضيع النهارده هنتكلم فيها. عندنا مواضيع بالنسبة للنادي الأهلي، وعندنا مواضيع بالنسبة لنادي الزمالك، وعندنا مواضيع كمان بالنسبة لمنتخب مصر. طبعا أول موضوع اللي هو حديث الساعة بالنسبة للنادي الأهلي. طبعا المباراة المهمة مع الهلال السوداني. وصل بالسلامة فريق الهلال الى القاهره يعني، وطبعا استقبلوه استقبال كويس. وحتى طلع حسين علي عيسى اللي هو الامين العام ورئيس البعثه، شكر السفاره، وشكر السفاره السودانيه، وشكر اداره المطار في الاستقبال، وانهم سهلوا لهم الاجراءات، وانهم طلعوا بسرعه وما كانش في اي تاخير. ودي رساله بنوجهها لبعض انصاف الرجال اللي هم في اداره نادي الهلال. انت جاي مع بابا المجال يعني، فانت بتتكلم في ايه يعني؟ انت دلوقتي النادي الاهلي طول عمره بيستقبل كل الفرق العربيه، واذا كانت فرق عربيه او مش عربيه احسن استقبال. وطول عمرنا معروفين المصريين بالحفاوه والاستقبال المحترم، وانهم اهل كرم يعني. فالفتره اللي فاتت انتوا كنتوا طالعين بتصيحوا وعمالين زعلانين وعمالين تقولوا احنا خايفين، واحنا خايفين على اللعيبه وخايفين على الجمهور. ادي اول بس ما وصلتوا مطار القاهره طلع رئيس البعثه عندكم واتكلم في الموضوع دوت، وقال لك لا احنا ما فيش اي مشكله بالنسبه لنا، وفي تسهيلات وفي كل حاجه متوفره لفريق الهلال. طبعا وفي نقطتين تاني بالنسبه لفريق الهلال. اول نقطه اللي هو بيتكلم في حته التذاكر. طبعا هو كان في اتفاق ضمني ما بين الكاف وما بين النادي الاهلي انه يبقى في 100 تذكره. وطبعا الساعه الامنيه ديت بيحددها الامن، دي في ظروف بلد، وكل بلد ادرى بظروفها يعني. فهم حددوا 50,000 متفرغ، وكان الاهلي متفق ان هو للهلال 100 تذكره. طبعا انا الكلام ده مش مظبوط. هو المفروض حق نادي الهلال ان هم ليهم 5%. 5% من التذاكر يعني 2500 تذكره. 2500 تذكره دول المفروض يتوفروا لجمهور الهلال. فطبعا احنا الملف ده هيفضل مفتوح خلال ال 24 ساعه لغايه ما نشوف له حل ان شاء الله، او يشوفوا له حل باذن الله يعني. وفي نقطه تانية برضه اللي مش قادر يستوعبها نادي الهلال، ان موضوع ان انت ليك ساعه تمرين على الملعب اللي انت هتلعب عليه من حقك برضه، بس بتبقى القرار في ايد الكاف، مش في ايد ولا النادي الاهلي ولا البلد المستضيفه يعني. طبعا هم مش مستوعبين ان في ماتش هيتلعب قبلهم بيوم ما بين الزمالك والمريخ. فبالتالي انت مش هتقدر ان انت تتمرن التمرينه ديت على استاد القاهره يعني. ودي ما في ايد الكاف، مش في ايد ظروف مباراه ومواعيد. ناس هترجع تقول لك ما انتوا كنتوا هتلعبوا في مكانه ورجعت اخترتوا استاد القاهره، حاجه برضو ترجع لنا، واحنا اضرب بالملعب اللي احنا هنلعب عليه والملعب اللي هيستقبل الجمهور بتاعنا. فبرضه دي انتوا ما لكمش حق اللي انتوا تتكلموا فيها. زي ما قلت ان انتوا لكم حق في موضوع التذاكر، اما الساعه التمرينيه ديت اللي هي هتبقى على استاد القاهره ديت في ايد الكاف، مش في ايد ولا النادي الاهلي. ومواعيد، هي المواعيد ما ترتبتش. فاللي حصل ان الماتشين جم ورا بعض بقرار من الكاف، فالموضوع منتهي يعني. فاللي انا بس برجوه من جماهير النادي الاهلي انها تشجع بقلب، وتشجع بروح، وتشجع ال 90 دقيقة يبقى نار جحيم كورة، لا أكتر ولا أقل. وكل واحد يبقى واخد باله إن الموضوع دوت يبقى فيه انفراجة على جماهير الكرة المصرية في كل مكان. إن هو لو الماتش ده عدى بسلام وكل الناس كانت ملتزمة، بعد كده هتبقى الجماهير متاح لها إنها تخش الاستاد في أي وقت، أو تخش أي استاد في القاهرة أو في مصر كلها. مفيش مشاكل بعد كده. مش هيبقى بقى 2000 و3000 والارقام الغريبه اللي احنا كنا شايفينها دي. ان فعلا احنا اللعيبه مش مستمتعه، ولا احنا مستمتعين، ولا الجمهور مستمتع، ولا لا، هي الكوره للجماهير زي ما احنا طول عمرنا الاهلاويه بيقولوا كده يعني. بالنسبه برضو لاخبار النادي الاهلي هنتكلم في اللعيبه اللي هي خارج حسابات كولر في النادي الاهلي، اللي هو اتكلم فيها مع لجنه التخطيط، وكمان في اداره التعاقدات. كولر قال لك انا عندي 10 لعيبه، ال10 لعيبه دولت انا
يعني مثلا في 9 منهم او 8 منهم انا مش محتاجهم خالص، وفي واحد او اتنين ممكن الكلام يبقى لسه عليهم يعني. طبعا العشر لعيبه اللي هو لويس، برونو سافيو، ووارتر بواليا، وايمن اشرف، وشادي حسين، وكريم الدباس، وعبد الرحمن، دول في اعاره يعني، هيستمروا في الاعاره بتاعتهم. مصطفى سعد ميسي، ومحمد المغربي، وفخر محمد فخري يعني. فقال لك انا دول ايمن اشرف. طبعا الكلام كان على برونو سافيو وايمن اشرف. برونو سافيو عنده وقت اللي هو لغايه ما يخلص السيزون دوت. لو اثبت ان هو يقدر يكمل مع النادي الاهلي ويقدم حاجه جديده او يجتهد او يقتنع بيه كولر على الاقل، مش هيبقى فيه مشكله ان هو ممكن يكمل يعني. اما بالنسبه لايمن اشرف، ايمن اشرف طبعا هو تقريبا دخل في ال 31 سنه او 30 او 32 سنه يعني. وكولر مش مقتنع بيه. وفي نفس الوقت طبعا عندك سيد عبد الحفيظ، وعندك إدارة النادي الأهلي بتتكلم مع كولر إن هو يديله فرصة وعلى الأقل يشوفه في ماتشات كتيرة يعني، 5 6 ماتشات 7 ماتشات يديله، بحيث إن أنت هتحتاج إن هو عنده خبرة دولية. وإن أيمن أشرف برضو يعتبر قدم كتير للنادي الأهلي يعني. فدي النقطة برضه لسه بيتكلموا فيها. أما بالنسبة للجنة التعاقدات، في لعيبة مرشحة وفي لعيبة مش مختلفين عليها ومستنيين بس إن هو يحصل التعاقد منه. مونيكا طبعا ده أساسي رقم واحد بالنسبة لكولر يعني. وعندك في ظهر على الساحة الفترة اللي فاتت ديت أو اليومين اللي فاتوا دولت واحد اسمه فراس بالعربي. ده تونسي وبيلعب في عجمان الإماراتي. برضو ده لعيب كويس وستايل كده، مهاجم هجام يعني. وفي نفس الوقت مستنيين ان كولر يدي الضوء الاخضر بحيث ان هو يبتدوا يتكلموا معاه يعني. وفي طبعا عمرو كمال عبد الواحد اللي هو بيلعب في فيوتشر ده. كولر مهتم بيه طبعا، وكان المفروض يخلص في فتره الانتقالات اللي فاتت وما حصلش نصيب. غالوا شويه في الرقم اللي هم عايزينه في فيوتشر يعني. وطبعا هو قدامه سنه، في خلال السنه ديت لو عدت او السيزون ده ودخل على السنه الجديده، هيبقى عمر كمال عبد الواحد دي الحق ان هو يوقع لاي فريق تاني طبعا. ففيوتشر اكيد هيستفاد او عايز يستفاد يعني. فاللي هيحصل كالاتي ان هو يا اما هيخلصوه المرحله الجايه ديت، او هيستنوا لما هو يقدر يبقى فري او يقدر يوقع لوحده يعني. ونرجع تاني برضو للنادي الاهلي، في حيره عند كولر بالنسبه للمباراه يعني. هو بيقول لك انا عندي دلوقتي ال 20 لاعب في اعلى مستوى فني وبدني ومعنويا يعني. فطبعا هو دلوقتي من ال 20 لاعب دولت هيستبعد 7 لاعبين، ودي هو في حيره هو والاداره يعني. مين ال7 لاعبين اللي هم هيستغنى عنهم في المباراه ديت؟ وطبعا انا عايز اوجه كلمه للعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي هو ماتش زي اي ماتش طبعا، واحنا عارفين ان قدر المسؤوليه اللي انتوا شايلينها، وفاهمين كويس المباراه ديت او التاهل ده راح ورجع وراح ورجع. والمطلوب منكم انكم تقدموا كل حاجه تقدروا عليها عشان خاطر المباراه دي مباراه مش موضوع سهلة بس، لا هو الموضوع ان انت بترد على الناس اللي بتشكك في قدراتك، وبتشكك تقول لك ان الاهلي السنة دي مش على المستوى، واحنا متأكدين ان انتوا على المستوى. وفي نفس الوقت لا قدر الله لا قدر الله حصل اي حاجة في الماتش دوت، صدقوني الجماهير مش هتحلكوا يعني. ما معرفش بقى اللي ممكن يحصل يعني. بس طبعا انا بتكلم في اطار الكورة، انا ما بتكلمش في اي حاجة تانية. بس الموضوع هيبقى صعب يعني. فلازم تركزوا كويس قوي، التركيز يبقى في ال90 دقيقة. حاولوا ان انتوا تخلصوا بدري الماتش، وجول واثنين وثلاثة واربعة. طب وانا عارف اللعيبة وعارف التفكير بتاع اللعيبة وعارف الادارة بتقول ايه، وعارف ان انتوا دلوقتي على اتم استعداد ان المباراة تتلعب دلوقتي وعايزينها تتلعب دلوقتي قبل بكرة يعني. فان شاء الله خير، والواحد متامل خير في فريق النادي الاهلي. ودي مش اول مواقف صعبه احنا نقع فيها مع الفريق بتاعنا، واحنا على طول في ظهره وعلى طول بندعمه يعني.
بس لازم تثبتوا لنا ان انتوا رجاله وان انتوا قد المسؤوليه وان انتوا تقدروا تعدوا المرحله دي او تتاهلوا ان شاء الله باذن الله. طبعا من الاخبار الخفيفه كده بيقول لك عصام الحضري واحمد حسن طالعين بيقطعوا بعض، مش احمد حسن يا رب، ميدو وعصام الحضري طالعين بيقطعوا الفتره اللي فاتت. طبعا اللي ابتداها ميدو ان هو طلع قال لك ان من الاسباب اللي بتخلي عصام الحضري ياخد قرارات غلط موضوع الماديات يعني، وان هو ساب النادي الاهلي وحصل له اللي حصل، وطبعا النادي الاهلي ما رضاش يرجعه تاني ورجع عملها تاني مع منتخب مصر، ان هو ساب منتخب مصر وراح ضرب منتخب سوريا. طبعا هو غلطان عصام الحضري يعني، بس هو قراراته هو حر فيها. فطلع رد عصام الحضري قال لك يعني مش ناقص غير انت اللي انت هتنصحني، يعني انت مش عارف راسك من رجلك، ولا عارف تبقى اعلامي، ولا عارف تبقى مدرب، ولا عارف تعمل اي حاجه، وفي نفس الوقت عمال بتنصح. طب انت شوف انصح نفسك الاول وبعد كده تعالى اتكلم معانا يعني. فدي المناوشات اللي ما بين عصام الحضري وميدو في الفتره اللي فاتت ديت. اما بالنسبه للمنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي طبعا عملوا ماتشين حلوين المره اللي فاتت، وطبعا الماتشين كانوا سهلين بالنسبه لمنتخب مصر وبالنسبه لسمعه الكره المصريه وبالنسبه للخبره اللي فيها المنتخب، وبالنسبه طبعا ان اللي اختار المدربين للمنتخب الاولمبي ومنتخب مصر هو حازم امام وبركات يعني. وهم طبعا شايفين ان في تحسن وبيلعبوا الكوره اللي بيحبها اللي بتحبها مصر كلها، اذا كانوا اهلاويه زملكاويه النوادي السواحليه، بنحب الكره الهجوميه يعني. فاحنا شايفين ان في بريق امل ان هم ممكن يقدموا لنا اللي احنا عايزينه في الفتره اللي جايه ديت، وان شاء الله تكون فتره خير على المنتخبات يعني. وهي دي الفرصه اللي احنا مستنيينها يعني، ان الناس دي تقدم لنا اللي احنا مستنيينه يعني. نرجع نتكلم في حته الزمالك. طبعا احنا عارفين ان نادي الزمالك بيمر بفتره عصيبه يعني، وزي ما اتكلمت انا في فيديوهات قبل كده ان هو الترتيب هيجي من الاداره وبعدين من الجهاز وبعد كده من اللعيبه يعني. فطبعا مصمم انا عند رايي برضو ان هو الترتيب هيجي من رئيس مجلس الاداره، ومفروض يهدى شويه مرتضى منصور ويهدى ويركز مع اللعيبه ويخليه في فرقته ويبتدي يجهز الفتره اللي جايه ديت لغايه البطوله العربيه. لازم يشوف طبعا مدرب يكون مدرب اجنبي على مستوى، ويكون فيه هدوء ويكون فيه استقرار، الالتزامات الماليه يكون الناس جاهزه بيها، وعنده مشاكل كتيره لازم تتحل يعني. وطبعا في بتيجي مساندات او بتيجي يعني الناس كلها عماله بتتكلم بتقول لك ده احنا محجوزين على حساباتنا وان في مشاكل على البنوك وي 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 وي. فطلع طبعا عارفين كلنا عمرو الجنايني يعني البنك التجاري طلع واخدين مكان في سوق نادي الزمالك يعني. فقال لك طبعا سهل، طبعا هو زملكاوي درجه اولى يعني، فطلع 109 مليون جنيه ايجار البنك لغايه 2044. يعني انا طبعا مش فاهم دي ماشيه ازاي، في حد بيدفع مقدم ايجار لغايه 2044؟ بس على العموم يعني اكيد في ناس شايفه الموضوع دوت، لو هتسكت على الموضوع دوت يبقى زي ما هتسكت على حاجات كتيره قوي المفروض نادي الزمالك واداره نادي الزمالك تتحاسب عليها يعني. بس الملف ده برضه مفتوح وهنتكلم فيه ونعرف هنوصل لفين يعني. وطبعا دي هتكون اخر خبر عندنا في حلقه النهارده، وان شاء الله نشوفكم على خير. السلام عليكم.